السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. عندنا فيديو حلو قوي، تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة. ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بداية كده هنعمل بقى سمك، اخيرا شفتوا بقى. هنعمل سمك. عايزه اقول لكم السمك ده مثلا ما عملتهوش للبيت من حوالي، نقول من قبل رمضان، يعني بقاله 3 شهور ما دخلش البيت. ممكن يكون دخل البيت في اوردر لكن كاكل لينا لا. يعني انا نفسي ابطل العاده السيئه ديت، اللي انا ما باكلش ولادي سمك. حد يقول لي عوديهم على سمك. انا بحاول والله، يعني على قد ما اقدر بحاول، بس كل ما اقول لهم تاكلوا سمك يقولوا لي لا زفاره لا. تقريبا كده بيتعودوا زي ما ما الاب والام بيعودوهم، او زي ما الام مثلا ما بتعملوش الاكل كتير، فالولاد بيتعودوا. تعملوش زي، لان ده غلط جدا. المهم، هنعمل له بقى تتبيله سهله جدا. حطيت توم وفلفل احمر، سواء بقى سبايسي او رومي، الفلفل اللي تفضليه. بس سمك يعني كل ما كان قلبه احمر كده من جوه، كل ما كان طعمه حلو قوي. وحطيت عليه بقى كزبره وكمون وملح وفلفل اسود. وهبدا بقى اعمل التتبيله دي. ضربتها في الكبة، وبعد كده هحط عليها شوية من الخل، حاجة بسيطة من الخل، معلقتين كده. وهعصر عليها ليمون، سمك يعني ليمون. طبعا انا كنت غاسله السمك كويس جدا ومنضفاه. ولما السمك يبقى كبير لازم تعملي له كده فتحات من الجناب عشان يستوي وفي نفس الوقت ياخد طعم التتبيله. تمام. تعالوا بس كده قبل ما ندخل في الفيديو وننسى ولا اي حاجه، ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويزيح الغمه وينصرهم نصرا جميلا عزيزا يتعجب له اهل الارض واهل السماء. بجد ربنا ينصرهم ويفك كربهم، اللهم امين. تعالوا بقى، بعد لما تبلت السمك كده حطيته في التلاجة، وبعدين بقى نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. عايزه اقولك السمك كل ما تتبليه وتسيبيه برضو حوالي ساعة او ساعتين، كل ما اللحم بتاعه يبقى متطعم او متملح، واخد من طعم الثوم والفلفل وكل حاجة. يعني ما تحاوليش برضو تعملي السمك تتبليه وتقليه على طول. المهم، جبت بقى حله كده، حطيت فيها شويه زيت، ونزلت ببصلايه مع فصين توم فرماهم كده في الكبه. وحطيتهم في الحله يعني يتحمروا. اما بقى الحله الصغنطوطه دي، كنت جايبه بقى كام فص توم كده مع شويه زيت، وسبتهم لغايه لما يتبلوا او يصفروا. وقمت نازله عليهم حوالي ربع كوبايه من الخل. تمام. وهبدا انزل بعصير الطماطم مع شويه ملح وفلفل وحاجه بسيطه من الكمون. وهسيبها بقى تتسبك بالطريقه العاديه خالص. وهنقلها على العين اللي هناك. عبال بقى لما الصلصة تتسبك والبصلة تتحمر كده زي ما انتوا شايفين، تعالوا نجيب البتنجان بتاعنا. طبعا انا قطعته وحطيته في مصفى، شطفته من بره، غسلت البتنجانة من بره، وبعدين قطعته وحطيته في مصفى، وحطيت عليه شوية ملح عشان ينزل المية اللي فيه. عايزه اقولك الخطوة دي بتخليه ما يشربش زيت. وزي ما انتوا شفتوا كده، اول لما باجي اقلي كده في الطاسة، بقوم مدياله تعفيرة كده من الدقيق او رشة بسيطة من الدقيق. وهبدأ اقليه بالطريقة العادية. اما بقى البصله اللي اتحمرت كده، كنت زي ما قلت لكم فارمه مع البصل توم، فصين توم كده. لما اتحمرت نزلت بالميه، وحطيت بقى ملح وفلفل وكمون وكزبره. وهسيبها بقى تغلي شويه عشان نعمل بقى رز الصياديه الغامق او البني، مش الرز اللي انتم متعودين معايا عليه اللي هو الاصفر. شايفين بقى، اول لما تغلي خالص كده هنزل بمعيار الرز. تمام. وهسيبه بقى يا دوبك هظبط الملح بتاعه، وهسيبه بقى يستوي بالطريقه العاديه. في نفس الوقت بقى كنت مقطعة كده، كان عندي بقى وانا بدعبس كده في الدولاب، لقيت كام بطاطساية، هما 3 بالظبط. قمت مقطعاهم مكعبات وسبتهم يتسلقوا. تمام. بعد لما اتسلقوا بقى صفيتهم، وهنشوف هنعمل فيهم ايه دلوقتي. بس بقى كنت خلصت البتنجان كله. طبعا انا قاليه كيلو بتنجان فبياخد وقت. بعد كده بقى هبدا اقلي السمك. جبت بقى الدقيق بتاعي، حطيت عليه رشه من الكركم ورشه من الملح والفلفل. وحطيت كمون وكزبره، نفس التوابل اللي بتبل بيها السمك. وهبدا اقليه بالطريقه العاديه خالص. اما بقى تعالوا بقى نعمل صينيه مسقعه. المره دي بقى هنعمل صينيه مسقعه وندخلها الفرن. جبت بقى بعد لما قليت البتنجان، شايفين البتنجان على لونه عامل ازاي؟ ولا شارب زيت ولا اي حاجه؟ وبصوا حاجه كده رهيبه. هبدا انزل بالصلصه اللي اتسبكت، وهدخلها بقى الفرن. هنعمل صينيه مسقعه جنب السمك، مش هنعمل مسقعه كده في الحله وخلاص، لا. ده احنا هنديها بقى تست الفرن او طعم الفرن. يا دوبك هقطع عليها بقى شرايح من الطماطم كده وشرايح من الفلفل، وهدخلها الفرن.
عايزه اقول لك صينيه المسقعه دي انت ممكن تحط لها بقى لحمه مفرومه وبقت اكله لوحدها، يعني تعصجي لحمه وتحطيها، يعني حاجه كده خطيره. يعني انا بقول لكم، انا بالنسبه لي صينيه المسقعه يعني احسن من السمك، يعني انا اكل صينيه المسقعه من غير اي حاجه، مش شرط سمك يعني. المهم بعد كده هقلي بقى السمك بالطريقه العاديه وهقلبه كده زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوف البطاطس. هنعمل بطاطس او سلطة البطاطس. يا دوبك انا هرستها كده هرسة بسيطة، وهبدأ انزل عليها بايه، بفصين من الثوم وكام قرن فلفل لو عندك احمر او اخضر اللي عندك، وربطة من البقدونس وشوية ملح وشوية خل، بس مش هحط لها اكتر من كده. يبقى ملح وخل، وحطيت ثوم وفلفل وبقدونس، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه. وايه، وهحاول وانا بقلبها كده ايه، مش عايزاها تبقى مهروسه اللي هي يعني مهروسه جامد زي البطاطس البوريه، لا انا عايزاها مهروسه بس ايه، فيها قطع كده ايه، حاجه بسيطه. هبدا بقى افضيها في الطبق، واقوم حاطه عليها بقى شويه زيت من فوق الوش، وخلاص على كده كده ايه، طبق البطاطس خلاص. عايزه اقول لك سلطه البطاطس او المسقعه لو عملتيهم وسبتيهم في التلاجة ممكن بقى تطلعيهم على الفطار، جنب فول جنب اي حاجه. يعني الحاجات دي مش شرط غدا، يعني هي سلطات وفي نفس الوقت بتنفع يعني. ممكن تحطيها في علبة وتطلعي منها عادي ايه على الفطار، ممكن تخليها غدا بقى وتعملي طبق شكشوكة كده. يعني ايه، افكار كده تنفع معاكي من حاجة كده بسيطة. هنا بقى كنت قليت السمك بالطريقة العادية خالص، وعملت رز، وده كان بقى ايه الفيديو بتاعنا النهارده بسيط. عايزه اقول لكم السمك ده ما كانش يعني ما كناش عامل اكلاه النهارده، او كنت عاملاه امبارح، بس النهارده كان عندي اوردر بقى هتشوفوه بكره. يعني بصوا، عارفين خلطبيطه بالصلصه، كان عندي من كل فيلم يعني حاجات كده كتير مش ماشيه مع بعضها، بس الحمد لله عدى على خير. ان شاء الله بكره الفيديو يعجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو ووصلتوا معايا لغايه هنا، ما تنسونيش بلايك واشتراك للقناه، ويعني وزعوا الفيديو على قد ما تقدروا. مش هقول لكم اعملوا شير، بقول لكم وزعوه. تمام، اكنكم كده ايه بتوزعوا كده على اصحابكم بونبوني، اعتبروني انا البونبوني. طبعا انا بهزر معاكم وايه وده الفيديو بتاعنا، واتمنى ان كل الوصفات اللي بقدمها لكم تعجبكم وتنال رضاكم، واشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.